السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الغدة الدرقية. إيه هي الغدة الدرقية؟ وإيه هي أسباب مرضها؟ وإيه هي الأعراض؟ وإيه هي أنواع مرض الغدة الدرقية؟ رقم واحد، هي إيه الغدة المسيطرة في الجسم على كل الغدد؟ هي الثيرويد جلاند أو الغدة النخامية. أنت مش قلت هنتكلم عن الغدة الدرقية؟ بس لازم قبل ما نتكلم عن الغدة الدرقية نعرف الأول يعني إيه الغدة النخامية. الغدة النخامية دي هي سيدة الغدد، وهي اللي بتنظم عمل الغدد التانية. طب هي الغدة النخامية دي موجودة فين؟ موجودة في الدماغ، في الرأس. طب الغدة الدرقية موجودة فين؟ موجودة في الزور أو في الحلق، عند الحلق. طيب هي الغدة النخامية هي دورها إيه؟ دورها بتفرز هرمون اسمه TSH، ده اللي بينظم عمل الغدة الدرقية. يعني الغدة النخامية هي اللي بتتحكم في الغدة الدرقية. تمام جدا. طيب هي الغدة الدرقية وظيفتها إيه بقى؟ اللي هي موجودة في الرقبة أو في العنق. الغدة الدرقية وظيفتها هي اللي بتنظم عمل الجسم، سواء ضربات القلب أو الأيض أو مسألة الهضم والباور اللي يبقى في الجسم. دي وظيفة الغدة الدرقية. طب الغدة الدرقية ايه المشكلة فيها؟ أو ايه الأمراض اللي ممكن تصيبها؟ هو في أكتر من حاجة ممكن تصيبها. في مرض مهم جدا هو كسل الغدة الدرقية. زي ما قلنا في كسل غدة درقية، ففي نشاط الغدة الدرقية برضو ده مرض. يعني الكسل أو النشاط الزايد المفرط ده مرض؟ ده مرض بيأثر على الجسم، وليه أعراض وليه طرق علاج كمان. تمام. طب في إيه تاني؟ في أورام الغدة الدرقية. طب احنا النهاردة هنتكلم عن أي حاجة من الثلاث حاجات دول. هنتكلم عن كسل الغدة الدرقية. طيب كسل الغدة الدرقية يعني إيه؟ يعني الغدة الدرقية مش قايمة بالمهام بتاعتها. طب ده أسبابه إيه؟ في أكتر من سبب. سبب مهم جدا هو السبب المناعي. أوبا، السبب المناعي. كده احنا عرفنا أول ما نقول سبب مناعي يعني الجسم بيهاجم، أو المناعة بتاعت الجسم بتهاجم الغدة الدرقية. المناعة هي السبب. مناعة الجسم المفروض تحميه، هي السبب في مشكلة الغدة الدرقية. المناعة بتهاجم الغدة الدرقية وده سبب مناعي. طيب هو ده بيأثر طبعا على إفرازاتها، لأن الغدة الدرقية ليها هرمونين، التي 3 والتي 4. يعني انا لما اروح اعمل تحليل عشان اعرف الغده الدرقيه بتاعتي شغاله كويس ولا لا، هيظهر فيها الثلاثه، التي اس اتش بتاع الغده النخاميه والتي 3 والتي 4. طيب لو ظهر لي التي اس اتش فيه مشكله، يبقى كده هوت الغده الدرقيه ممكن ما فيهاش مشكله، لكن الهرمون اللي بتفرزه الغده النخاميه هو ده اللي فيه مشكله. هي دي اللي مبطئه او عامله خمول للغده الدرقيه، عشان كده هوت الغده الدرقيه مش شغاله بطريقه كويسه. فنعالج ساعتها الغدة النخامية أو نشوف إيه المشكلة في الغدة النخامية. طيب لقينا التي اس اتش اللي بتفرزه الغدة النخامية كويس، المشكلة في التي 3 والتي 4، يبقى كده المشكلة الأكتر من الغدة الدرقية. كده الدنيا يعني ابتدت تسهل وتوضح شوية. طيب التي اس اتش عرفنا التي 3 والتي 4 ده اللي بينظموا عمل الايض، اللي هو زي ما كده في النبات البناء الضوئي، هي عملية الايض بتاعت الجسم، الباور، الهضم، النشاط. هي ده اللي بيعمله التي 3 والتي 4 اللي بتفرزه ايه؟ الغدة الدرقية. طب قلنا السبب الأول اللي هو السبب المناعي، إن المناعة هي اللي بتهاجم الغدة الدرقية. طيب السبب ايه التاني؟ السبب التاني إن يحصل التهاب بعد الولادة عند السيدات. الولادة ممكن يحصل بعدها التهاب في الغدة الدرقية؟ طبعا ده ممكن يحصل. طيب هو المرض كسل الغدة الدرقية أو أمراض الغدة الدرقية بصفة عامة بيصاب بيها أكتر الرجالة ولا السيدات؟ لا، هو الأكتر السيدات. طب ليه هو الأكتر السيدات؟ هو طبيعة المرض كده، لما بيجي عمل إحصائية بنلاقي إن السيدات هم الأكثر تضررا وشكوى من المسألة دي. طب ده في صغر السن ولا في كبر السن؟ لا، الأغلبية بيبقى في كبر السن. تمام. يبقى كده هو المرض المناعي والتهابات بعد الولادة. النقطة التانية أو النقطة التالتة هو نقص اليود. اليود مهم جدا للغدة الدرقية، وفي حالة نقص اليود ساعتها الغدة الدرقية ما بتقدرش تقوم بمهامها كاملة. تمام. طب في ايه تاني؟
في مشاكل الليثيوم. ايه مشاكل الليثيوم؟ في بعض الادوية اللي بتنظم عمل ضربات القلب، والادوية اللي بتحتوي على الليثيوم دي ممكن تأثر على الغدة الدرقية. طيب في اسباب تانية. في نقطة كمان، العيوب الخلقية. الشخص ممكن يتولد والغدة الدرقية مش شغالة اصلا. تمام. طيب في ايه تاني ممكن يأثر؟ في حاجة ممكن تأثر، هي قلة العلاقة الحميمة. ايه ده؟ قلة العلاقة الزوجية ممكن تأثر على الغدة الدرقية ونشاطها؟ طيب في ايه تاني؟ في القابلية الوراثية. يعني ايه قابلية وراثية؟ قابلية الوراثية يعني انت لو عندك حد في العيلة، قريبك او قريبك كان عنده مشاكل في الغدة الدرقية، انت مرشحة ان ده يحصل لك مع كبر السن. دي كل الأسباب. طيب إيه الأعراض بقى اللي أعرف منها إن أنا كده هوت عندي، أو أشك إن أنا عندي كسل في الغدة الدرقية؟ إيه الأعراض؟ الأعراض الأولية إن أنت ممكن تلاقي فيه تضخم في الحلق في المنطقة دي بالظبط. التضخم بيبقى هنا لأن دي المنطقة اللي فيها الغدة الدرقية. طيب هي الغدة الدرقية تتضخم ليه وهي كسولة؟ مش المفروض تصغر؟ أقول لك لأ، لو افرازاتها قليله ممكن ان هي تتضخم وتزيد عشان تقدر تزود انتاجها. يعني تضخم الغده الدرقيه ده مرتبط بمرض في الغده الدرقيه. طب ممكن يحصل معاها تغير في الصوت؟ ممكن يحصل معاها تغير في الصوت. طيب ايه كمان اللي انا هحسه؟ هتحس بالتعب وزياده في الوزن. ليه؟ مفيش حرق، لان قلنا الغده الدرقيه هي اللي بتنظم عمل الحرق، وان يبقى الجسم فيه باور. طب ايه تاني؟ مساله الامساك. ما اعملش الحمام بسهولة، في امساك عندي. طب ليه؟ هي بتقلل الغدة الدرقية، كسلها بيعمل كسل في الجسم ككل. هرمون التي 3 والتي 4 بيبقى قليل. طب ايه تاني؟ الاحساس بالبرد، لان الجسم مفيهوش باور، وضربات القلب شوية بتحس ان هي خافتة قليلة. ليه؟ المستوى العام للجسم بيقل. طب ايه تاني؟ ممكن يحصل جفاف للعين. طب هو لازم ده كله، الاعراض دي كلها بالضروره تحصل؟ لا، ممكن عرض او اتنين بس، مش شرط. طب في ايه تاني؟ تساقط الشعر، وتغير زي ما قلنا في الصوت. طيب هو كده هو الموضوع ده كده بقى صعب، وليه علاج ولا ملوش علاج؟ طب احنا كده عرفنا الاسباب. طيب احنا كده هو ممكن ان احنا نشتغل على الاسباب دي بحيث ان احنا ما يجيلناش ال ال بتاع دوت ان يحصل كسل في الغدة الدرقية. هي المسألة إن في أمراض كتير، وأنت في الإنسان بطبيعته يعني مش هيقدر ياخد باله من كل الحاجات دي، لكن التشخيص المبكر للمرض هو ده أحسن شيء، وطبعا الوقاية خير من العلاج. طيب في أسباب تانية برضو ممكن تأثر. ممكن مرضى الضغط والسكر، إن هي من الحاجات المزمنة، ممكن تأثر وتعمل خمول شوية برضو في الغدة الدرقية. طيب هو ايه الحل بتاعها؟ اول حاجه ان احنا بنكتشف المرض مبكرا، ميبقاش عندي الاعراض ديت وافضل ساكت لفتره طويله عشان ما ياثرش بعد كده بالسلب. يعني حاجه مثلا زي تساقط الشعر ده بالنسبه للسيدات، ولما تلاقي نفسها كده هو بيأثر عليها نفسيا جدا، فبيأثر برضو على المناعه بتاعت الجسم. الجسم كله مرتبط ولحمه واحده مع بعض. طيب احنا دلوقتي ممكن ناخد ادويه تعوض المشكله بتاعه التي 3 والتي 4 القليلين. في ادويه، وممكن احنا ناخد الادويه ونستمر عليها فتره، وبعد كده نعمل التحليل تاني ونشوف في نفس الرينج ولا لا، والاعراض راحت ولا لا. طيب هي الغدة الدرقية لو تضخمت ممكن ترجع تاني، لأن في ناس عندها بتبقى متضخمة جدا، ممكن تأثر على الزور بصفة عامة، وعلى البلع، وتلاقيه بياكل بالراحة، وتلاقي فيه زي كلكيعة في رقبته وما إلى ذلك. هي دي طبعا ممكن يتعمل لها استئصال، بس هي لما بتزيد بتحاول إن هي تزود نسبة التي 3 والتي 4. تبقى ممكن ترجع تاني؟ لا، مش ممكن هي ترجع تاني لحجمها إلا بالتدخل الجراحي. طب دي مأثرة وعاملة خنقة وضغط على القصبة الهوائية ومحركة البلعوم والمشاكل ديت، هي دي للأسف بيبقى ليها التدخل الجراحي بس هي في حل تاني. هي طبعا ممكن بالحجامة، هي النتيجة بتبقى كويسة جدا، بس طبعا
الأفضل بيبقى التشخيص في البداية عشان نعرف هي المشكلة من الغدة النخامية ولا المشكلة من الغدة الدرقية. طب هو العلاج بالحجامة سهل؟ العلاج بالحجامة سهل جدا وأحسن كمان من الأدوية. طب ليه؟ لأن الأدوية ليها أثر جانبي. احنا لسه قايلين إن في حالات بسبب أدوية القلب المنظمة لضربات القلب والليثيوم هي اللي بتسبب المرض دوت. فكل دواء ليه أثر جانبي، مفيش دواء ملوش أثر جانبي. طب هو مسألة الأثر الجانبي ديت ممكن تبقى بسيطة شوية قصاد إن احنا نعالج حاجة كبيرة. الكلام ده صحيح ومنطقي جدا، بس هي المسألة ما بتبقاش كده. يعني السن في الشباب بيبقى شوية مهمل، يقدر إن هو يدخن، يقول لك عادي مفيش مشكلة، ما عنديش مشكلة ولا حاسس بمشكلة، ممكن ألعب ماتش كورة 90 دقيقة وزي الفل. بس الحاجات دي بعد كده هو هتأثر عليه. يعني زي ما شفنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، كان في بداية حياته وهو شاب كان بيدخن. أول ما تعب وسنه كبر وما إلى ذلك كان في المستشفى بالأكسجين. إيه ده؟ هو الموضوع من ساعة ما كان شاب بيدخن أثر عليه، فضل في جسمه أثر عليه لحد ما كبر؟ يعني الحاجات دي كلها بتفضل في الجسم وبتأثر؟ طب ازاي نتخلص منها؟ الحجامة وسيلة رخيصة ووسيلة سهلة عشان تتخلص من كل الآثار السيئة والآثار الجانبية للأدوية اللي موجودة في جسمك. عشان كده هو علاج زي ما بيقول كده، علاج بره الصندوق، أو علاج من السماء حير العلماء. ليه؟ في جماله وفي الراحة وملوش آثار جانبية. مش هتاخد الدواء الفلاني هيأثرك على الكبد، مش هتاخد الدواء الفلاني يأثرك على الكبد على الكلى، مش هتاخد الدواء الفلاني يعمل لك مشكلة في الغدة. النقطة التانية، السن الكبير مع وجود ضغط وسكر ومع مجموعة الأدوية ديت وقلة النشاط البدني، الموضوع بيبقى صعب، ما بيبقاش سهل. والأدوية كمان بتاعتها ما بتبقاش متوفرة باستمرار، والمواد الفعالة كذلك اللي بتبقى موجودة وبيتعمل منها الأدوية. ناهيك طبعا إن دول العالم الثالث بيبقى عندها أصلا مشكلة في مسألة الأدوية، لأن الأدوية دلوقتي بقت غالية جدا. النقطة التانية، أغلبية الشركات مش بتجيب المادة الفعالة اللي بتحط في الأدوية الدرجة الأولى الهندية، إحنا ممكن بنجيب الدرجة الثالثة من الصين. المادة الفعالة درجة ثالثة من الصين. فالموضوع بيقولك لازم تستمر على الأدوية دي فترة طويلة أو هات أدويتك من بره. وفي نفس الوقت حتى برضو الأدوية لو من بره برضو لازم في أثر جانبي ليها. طبعا دمتم بصحة وعافية، ولو في أي سؤال أو أي استفسار سيبهولنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. وإن شاء الله الحلقة اللي جاية نحاول نتكلم بقى عن العكس اللي هو فرط نشاط الغدة الدرقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.